ركبت تاكسي الساعة 3 الفجر، واللي حصل بعدها خلى حياتي جحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. ندخل في الموضوع على طول. الساعة كانت تقريبا 3 الفجر، الوقت اللي الشوارع فيه بتبقى فاضية جدا وهادية بشكل يخوف. كنت مروح من عند واحد صاحبي ومتأخر جدا، ومفيش وسيلة مواصلات غير التاكسي. وقفت على ناصية شارع ضلمة، وبعد دقايق ظهر تاكسي. الغريب إن العربية كانت ماشية ببطء، كأنها مستنياني، كأنه جايلي. ركبت، قلت له العنوان كان أي سواق تاكسي يعرفه، لأنه سهل جدا. لقيته سكت شوية، وبعدين بصلي في المراية وقال: أنت متأكد إنك عايز تروح المكان ده؟ استغربت جدا، أول مرة سواق تاكسي يسألني السؤال ده. قلت له أيوة طبعا. ما اهتمتش بكلامه، افتكرت إنه بيهزر. العربية بدأت تتحرك، بس بعد شوية حسيت إن الطريق مش هو نفس الطريق اللي بروحه كل يوم. بصيت حواليا، شوارع فاضية، مفيش بني آدم واحد. النور كان ضعيف، وأعمدة النور بتطفي وتشتغل لوحدها. قلت له: أنت ماشي منين؟ الطريق ده مش بتاعي. استغربت، لقيته مردش ولا حتى بصلي، كمل سواقة كأنه ما سمعش حاجة خالص. هنا بدأت أقلق بجد. مسكت الموبايل، لقيت مفيش شبكة. حاولت أفتح GPS، لقيته مش شغال. فجأة التاكسي وقف. بصيت حواليا، ايه المكان ده؟ مكان ضلمة جدا، مفيش عمارات، مفيش نور، مفيش أي حاجة. السواق بصلي وقال لي بهدوء: وصلنا. قلت له: وصلنا فين؟ مش مكاني، أنا عمري ما جيت هنا قبل كده. ابتسم ابتسامة غريبة عمري ما انساها. قال: آخر واحد جبته هنا قال نفس الكلام. حسيت برعشة في جسمي كله. فتحت الباب بسرعة ونزلت. أول ما نزلت بصيت ورايا، ملقتش التاكسي، اختفى، حرفيا اختفت. العربية كأنها عمرها ما كانت موجودة. وقفت مكاني مش فاهم أنا فين. فجأة سمعت صوت ورايا بيهمس في ودني، ده نفس صوت السواق. قال: ما تبصش وراك. جسمي اتجمد حرفيا، الدم مش بيجري في عروقي. ومن ساعتها وانا كل يوم الساعة 3 الفجر بسمع صوت عربية بتقف تحت بيتي.